عشا شناوي النهارده، بس الجون التاني انت بتتفرج على الكورة ايه؟ طيب يعني نط عليها حتى اعمل شكل. بس عاش وهديك 7.5 من 10. عشا خالد النهارده كان اداءك حلو، بس الجون التاني انت واقف مش ماسك حد في الكورنر. الكرة اتعرضت فدخل الجون، فده طبيعي انت مش ماسك حد تاخد 7 من 10. كل واحد فيكو متسبب في جون. ياسر متسبب في الجون الأول، مش ماسك حد يا ياسر. اللي جاب الجون لف وحطها براحته، مش ماسك حد. ورامي ربيعة انت لازق في خالد عبد الفتاح. هتمسك اللاعب ازاي؟ واللاعب دخل شاطة وحطها وسهلة وكل حاجة. ازاي هتمسك اللاعب بقى؟ الاتنين ياخدوا 7 من 10. عشا يحيى النهاردة وأداء كان متوسط، تاخد 6.5 من 10. شفت يا كولر لما انت حطيت أكرم جنب مروان ايه اللي حصل؟ كسبت برباعية. يعني تفهم بقى في الماتشات الجاية، عشان الماتشات الجاية تقيلة. قفشة السالك بأمانة بأمانة تستحق الماتش النهاردة. أنا أرشحك أنت رجل المباراة، مع إن الكهربا جايب جونين، بس أنت النهاردة صنعته لاعب. هو ده صانع الألعاب. عاش يا حسين النهاردة، عايزين نشد على نفسنا أكتر. إن شاء الله الماتشات الجاية نتحسن ونرجع لمستوانا. أديك 7.5 من 10. يعني أنا مش عارف أقول فيك إيه طاهر. أنت أنت مش عارف الواحد يقول عليك إيه، يا حلو يا وحش، ماتش وماتش. بجد يا طاهر، ما لاعب كويس، بس عايز يشد على نفسه. هيبقى حاجة تانية خالص. هو ده اللي أنا كنت بتكلم عليه الماتش اللي فات. كهروب اللي بيجيب لك جون من اقل فرصة. ضيعت كورة وكورتين ماشي، بس عايزين الشد على نفسنا. ده كهربا حلو ماتش النهاردة. اديك 9.5 من 10، واحسن تاني لاعب في المباراة بعد قفشة.